بسم الله الرحمن الرحيم. من على مقربة من خزان إسنا وهويس إسنا القديم. لكم جميعا كل التقدير والتحية من محدثكم جمال سعد. الهويس اللي قدامنا هناك ده طبعا بالنسبة اتبنى سنة 1997. الشركة الرومانية نفذت الهويس الجديد، لكن الهويس القديم ده من تقريبا 1898 تقريبا. وبالنسبة للمهندسين هنا عندنا مشاركة بين المهندسين المصريين والإنجليز، وهناك مشاركة ما بين المهندسين المصريين والمهندسين الرومانيين في تصميم الهوسين أو الخزانين. طيب بالنسبة للمدينة، هنا احنا عندنا مدينة إسنا. طاسنت في العصر الفرعوني كان اسمها طاسنت، يعني مدينة سند. سند دي كانت عبارة عن سمكة، اللي هي السمكة اللي احنا بنسميها السمكة السموز دلوقتي أو اللبسة، كان يعبدوها هنا في المنطقة ديت. ولذلك طا يعني أرض، طا يعني أرض، طا يعني إيه؟ طا يعني أرض. وسند دي اسم المعبودة اللي كانت تعبد هنا في هذه المدينة، فجات من كده تا سند اتحولت وعربت إلى إسنا. احنا على مقربة من الأقصر، حوالي تقريبا 60 كيلومتر من الأقصر، وإسنا تقع على الضفة الغربية غرب نهر النيل، يعني على الضفة الغربية للنيل. وفيها معبد لخنوم. خنوم كان يعبد كأنه الإله الخالق يخلق البشر على عجلة الفخراني من الطين. يعني هم كانوا ناس إسنا هنا لما عبدوا خنوم جعلوا له زوجتين، زوجة اسمها ساتت وزوجة اسمها عنقد. ساتت وعنقد دولة زوجات خنوم. طب هو له ابن، إذا كان هو بيخلق البشر كلها على عية الفخراني من الطين، يبقى ساتت وعنقد دولة زوجة شمالية وزوجة جنوبية، وعبد هنا في إسنا، في منطقة إسنا. وله معبد بننزلوا له إلى أسفل حوالي 10 متر تقريبا كمكانه الأصلي، موقع الأرضية الأصلية. والمعبد ده يرجع للعصر اليوناني الروماني، حاليا عصر بناء الآثار المصرية زي دندرة وإسنا وإدفو وكومومبو، أعيد بنائهم في فترة حكم اليونان والرومان، لكن بأيادي مصرية، واللغة المصرية والكتابات مصرية، وكل ما كتب على هذه المعابد مصرية، والآلهة اللي عبدت في ذلك الوقت آلهة مصرية. احنا في منطقة تصوروا شط اسكندرية اللي حاليا حوالي 1000 كيلومتر شمالا. كان يقع هنا في المكان ده من 50 مليون سنة في منطقة اسمها هنا طبعا الحلة أو الحليلة. دي كانت عبارة عن منطقة شاطئ اسكندرية من 50 مليون سنة. ولذلك طبعا بالنسبة للجبال اللي هي من الحجر الجيري المتكلس، هي نمت من ايه؟ بملايين السنين. احنا عندنا زي جبل قرنة او القرنة في غرب الاقصر، ده نما وتكون بملايين السنين، طبعا مرور ملايين 50 مليون سنة. طبعا علماء الجيولوجيا ولقوا قواقع بحرية في جبل القرنة. يعني هناك طبعا بالنسبة لجبالنا كلها شرق النيل وغرب النيل، يعني من المسافة دي لغاية ما نروح جبل مقطم في الشمال، كلها جبال متكلسة من طبعا تراكمات وترسبات، اللي هو الأملاح بتاعت البحر، ملح البحر. لأنه كل مصر، طبعا احنا هنا في صعيد مصر، لما نقول صعيد يعني أرض عالية، أرض عالية، صعيد من صعدة، أرض عالية. قاع النيل هنا في أسوان على سبيل المثال، في مدينة أسوان، يعلو ارتفاعا من سطح البحر الأبيض المتوسط. قاع النيل يعلو ارتفاعا من سطح البحر الأبيض المتوسط من 85 متر، ده القاع. الأراضي بتاعتنا هنا في الصعيد تعلو ارتفاعا من سطح البحر الأبيض المتوسط ب100 متر. ولذلك الأراضي هنا مرتفعة عندنا، وتلاقي المية منحدرة طبعا من الجنوب إلى الشمال، من الصعيد إلى مصر السفلى، مصر المنخفضة. ولذلك المية هنا عندنا بتنحدر بالشكل ده. وده احنا فوق سطح المركب في جولة طبعا في رحلة الكروز من أسوان إلى الأقصر.
ومتعكم الله بالصحة والعافية. من تقي الله جمال سعد، لكم جميعا كل التقدير والتحية. يبقى عندنا خزان إسنا أو هويس إسنا اللي هنعديه دلوقتي. القديم ده مفتوح على طول، يعني إيه أول ما يتفتح ده كوبري، لكن عندنا هويس إسنا الجديد ده بسيستم معين. المية قبله أعلى ارتفاعا من المية بعده بحوالي 8 متر تقريبا. واحنا هنعدي الهويس القديم دلوقتي، فنبحر الى ناحية الشمال. شكرا جزيلا، متعكم الله بالصحة والعافية. من تقي الله جمال سعد.